السلام عليكم ورحمة الله. والله حبيت بإيجاز نحكي على التحكيم شوي، وعلى شوية حس من صادر من بعض الجمعيات. الجمعيات هذيما والمسؤولين متاعهم ياكلوا مع الذيب وينبحوا مع الكلاب ويبكيوا مع الراعي. معناها تستخدف كان الدنيا مشات معاهم نوار، التحكيم مشى معاهم نوار، هاكا يسكتوا. وكان لا قدر الله صارت موضوع لا هذا كله نعرفوه حكايات فارغة. بقى نجيو توا الفريق شبيبة العمران، معناها بشهادة الناس الكل فريق شبيبة العمران. والإحصائيات عندكم في الإدارة الوطنية للتحكيم وبشهادة الناس الكل في التلفزة. ديجا كتفل الشباب الشنفرة متاع التحكيم أمين بارك الله هاكا عنده الإحصائيات، وقال معناها بعظمة لسانه واللي أقل جمعية مستفيدة من التحكيم اللي هي شبيبة العمران. أقل جمعية مستفيدة من التحكيم. رغم هذا الكل ديما هاكا وحتى ولو نتظلم ديجا احنا محضرين ان شاء الله. معناها المسؤول على الاعلام في العمران في شبكه العمران ان شاء الله باش نهبطوا لكم شنو هي المظالم اللي تعدينا بها التحكيميه، وشكون هم الحكام اللي ظلمونا، واللي معناها سواء بنيه ولا عن قصد ولا مش بنيه. المهم احنا باش نهبطوا وشكون هم الحكام بالضبط، معناها للتاريخ وكهو. ونزيد نعاود حتى ولو باش تبدا الامور واضحه، حتى ولو فما حكم ظلمنا اسمح نتقلقوا شويه، اما ما نعملوش الحصه. احنا العمران مريقله، ما عندناش مشاكل مع حد الحقيقه. بقى زاده كيف الحقيقه فما حاجه مانيش ندافع على الحمودي، يعني مانيش ندافع على الجزائري جمال الحمودي، لكن بصدق انا تو باش نحكي بصدق. تحب تقولوا يطبل ولا اللغه هذيك تاعك طحانه، سامحوني دبروا ريوسكم. بقى شنو مثلا نعمل مثلا غلط باش نلقاه احنا توا ببطوله معناها بالطريقه هذه، معناها كلها استفادت بالقرارات والكلها ما استفادتش وبرشا حاجات، لكن معناها كي تجي تحسب لا باس بطوله معناها ماشيه. يعني نشوفوا في الفرق الكبيره